هننتقل بعد ذلك إلى جزئية مهمة جدا جدا، وهي الخاصة بالنبرات أو العلامات أو الحركات الخاصة بالنطق اللي احنا بنقول عليها ليزاكسون. ليزاكسون ودي زي اللي احنا مثلا بنشوفها في كلمات في اللغة الفرنسية بيبقى عليها زي مثلا فتحة أو كسرة أو الكلام ده. تعالوا نشوف ده شكله ازاي في اللغة الفرنسية. ليزاكسون نبرات أو الحركات هي مثل التشكيل في اللغة العربية، وهذه الحركات قد تغير في نطق بعض الكلمات أو معناها، وهذه الحركات هي يبقى ضروري جدا لازم نخلي بالنا إن الحركة دي أو النبرة التي توضع فوق الكلمة دي بتغير إما في الصوت أو في المعنى. تعالوا نشوف أول نبرة معانا في اللغة الفرنسية وهي الأكسون تيجو. أكسون تيجو يعني الأكسون اللي شايفين اتجاهها كده بيدي يمين شوية، وهي دائما تقع على حرف ال على أكسون وتجعله مثل حرف ال A في نطقه باللغة الإنجليزية. زي لما بقول مثلا fermé مقفول، ما قلتش ferme، ما قلتش هنا ايه ferme، لا خطأ، قلت fermé. طب ليه؟ طب ما هو أصل الحرف ده بينطق لا هنا بينطق A. ليه؟ طيب علشان الأكسون اللي وضعت هنا دي غيرت النطق تماما، فبقت fermé زي préféré. شايفين préféré وضعت الأكسون هنا، ده فعل يفضل، وضعت الأكسون هنا فما ينفعش أنطقها préféré، خطأ، نطقت préféré. فوضع الأكسون دي أجبرني إن أنا أنطقها زي الA بالإنجليش تمام. ده النوع الأول من النبرات. النوع الثاني من النبرات أو الحركات الخاصة بالنطق فبتكون الأكسون جراف، ودي بتكون عكس الأولى، اتجاهها بيدي شمال شوية، وهذه العلامات توضع على الحروف الA، توضع على حرف الA، الأو برضو كمان، وحرف الإي. لما نشوف كلمة أو يعني معناها أين، أو زي كلمة بير، ما قلتهاش بور، بير. طب ايه الفرق ما بين نطق هنا fermé ونطق هنا بير؟ هنا بفتح شوية في الحرف بيكون متقارب حرف ال ده مع حرف ال A بالإنجليش فبقول fermé، لكن هنا بفتح خالص بقى في الحرف بقول ايه بير، ما قلتش بير لا بقول ايه بير. ده بالنسبة للنطق. كمان بتستخدم للتفرقة في المعنى، فلما نلاحظ هنا ان انا عندي او و طيب لما حطيت هنا اكسون الشكل ده بقى معناه ايه اين، ودي اداة استفهام. طب لما شلت الاكسون من الاو بقى معناها ايه، بقى معناها او. يبقى اذا هي بتغير في النطق وكمان بتغير في المعنى. تعالوا نشوف كمان هنا لما حطيت اكسون بقى حرف جر معناه في او الى. طب لما شلت الاكسون بقى معناها ايه، معناها يملك او عنده. ده كان الجزئية الخاصة بالاكسون تيجو والاكسون جراف. في بعد كده الاكسون سيركمفلكس، وتوضع على الحروف للتمييز بين كلمة واخرى، برضو نفس القصة، بتفرق برضو في المعنى. فمثلا هنا كلمة سير وهنا كلمة سير، لكن سير هنا اللي عليها الاكسون سيركمفلكس معناها متأكد، اما هنا من غير الاكسون سيركمفلكس معناها بمعنى على، يعني حرف جر بمعنى ايه، بمعنى على. وكمان بتكون الاكسون سيركمفلكس موضوعة نتيجة ان كان في حرف موجود في الكلمة وتم حذفه، والحرف ده بيكون مضاعف. زي مثلا لو ولنفترض ان قد تكون هنا مثلا كان حرف اليو مضاعف كان 2، فطبعا علشان يمنع الشكل هيكون مش لطيف فتم وضع سيركمفلكس، او يقال انها كلمة لاتينية فتم التحريف فيها او تغيير الشكل فوضعت سيركمفلكس. هنكمل مع بعض برضو النبرات او العلامات الخاصة بالنطق. فبنلاقي ان عندنا هنا الابستروف. لو تلاحظوا ان هنا في الابستروف وهنا في ل، طبعا هنا وضعت الابستروف علشان خاطر ان الكلمة هنا
منتهية بحرف متحرك، والكلمة التي تليها مبدوءة بحرف متحرك فنخلي الأولى تبقى ال أبوستروف، فتحول اللو ده أو الحرف الأو ده إلى ال أبوستروف، فبتبقى إيه؟ لامي وليس لو أمي. هنا طبعا مختلفة. كمان كلمة لا إيكول هنا في حرف متحرك، والكلمة الأخرى بدأ بحرف متحرك، فالتغيير بيحصل في الكلمة الأولى إن حرف هنا حرف متحرك، فخليناه هنا ال أو ستروف، لأن الكلمة الأخرى بدأ بحرف متحرك. هنا برضو استدعي وتجعل زي ما قلنا حرف ستي ينطق اس زي كلمة جارسون، دي اتكلمنا فيها من شوية. النقطتين اللي بيكونوا موجودين فوق الحروف واشهرهم طبعا حرف الاو وحرف الاي، وتجعل الحرف المتحرك الذي يسبقه ينطق منفصلا عنه، زي ما بقول سعيد، ما إيس، نويل. لو لاحظتوا هنا ان في فصل في الصوت، سعيد سعيد، في فصل هنا في الصوت، فدي بنسميها تخيمة، يعني اللي هي بتفصل في الصوت.